مرحبا أصدقائي، كتير مننا بنسمع كلمة مرضية قلاوون. للأسف بيقولوها على ست شكلها مش ولا بد أو ضخمة شوية. بس الحقيقة إن فعلا كان في ست اسمها مرضية قلاوون. الست دي هي الست مسكة. حكايتها غريبة ودخلت السجن باختيارها. الست مسكة ست من أشهر النساء في العصر المملوكي. كانت إحدى جواري السلطان المملوكي الناصر محمد ابن قلاوون حاكم مصر. قامت بالإشراف على شؤون الحريم السلطاني وتربية أولاد السلطان، يعني اللي هو عرف بالحرملك. الست مسكة من أصل مغولي، جد من أسرة الأميرة المغولية أشلون خواندا، اللي لجأت لمصر وكانت فرة من غضب سلطان المغول. كانت فتاة فائقة الحسن والجمال. كان اسمها جولشانا، وهي كلمة فارسية معناها الورد. عشان كده بعد كده سموها بالست مسكة. بيتقال إن عمرها كان طويل، لكن هي استثمرت عمرها في أعمال الخير وبناء المساجد. كمان كان ليها شأن عظيم في العصر المملوكي، وكمان كان ليها مكانة بارزة عند السلطان الناصر، اللي كان بيرجع لها ويستشيرها في كل شؤون القصر. بيرجع الفضل ليها كمان في أخذ البيعة للسلطان الناصر من الأمراء. عشان كده أصبح هو سلطان مصر، وظلت وفية ليه خلال المرات الثلاث اللي اتخلع فيها من الملك، وكل مرة كان بيرجع مرة تانية. الست مسكة واحدة من الستات المسلمات اللي خلدوا اسمهم في عمارة المدينة الدينية في مصر. حصلت على حكر أرض استصلاحها وتعميرها واستزراعها، وأنشأت بيه جامع وأعادت تعميره. وكمان شجعت الناس على تعمير المنطقة المحيطة بيه، المحيطة بالمسجد، وإعادة البهجة والحياة ليها بالمعيشة فيها وإنشاء الأسواق والحمامات العامة. يعني هي استثمرت ثقة السلطان فيها في الخير وبناء المساجد وتعمير الأراضي. وده يؤكد أن المرأة العربية كانت سباقة عن المرأة الأوروبية في مجال العمل العام والخدمات الاجتماعية. مسجد الست مسكة موجود لغاية دلوقتي في السيدة زينب. هو تعرض للتلف الشديد للأسف نتيجة المياه الجوفية، وخضع لأعمال ترميم كتير. السلطان حسن بن محمد بن قلاوون اتولى الحكم وهو لسه صبي، كان عنده 13 سنة لما اتقتل أخوه المظفر على يد المماليك، فتم تنصيبه هو بمبايعة من الأمراء ومجلس وصاية يتولى شؤون الدولة لغاية ما يبلغ السلطان سن الرشد. وطبعا النتيجة دي كانت ظهور الفساد وانتشار الرشوة وفرض الإتاوات وكمان قطع الطريق. لما وصل السلطان حسن سن الرشد وهو 16 سنة، أخد يدير شؤون البلاد بنفسه. أول حاجة عملها القبض على بعض الأمراء وأرسلهم للسجن في الإسكندرية، وأخذ بقية أمراء المماليك وكبارهم يتحسبون منه عشان كانوا خايفين إن الدايرة تدور عليهم، فاتأمروا عليه واتآمر عليهم. وللأسف خرج المماليك على السلطان معلنين تمردهم وعصيانهم عليه. لما عرفوا بالمكيدة اللي هو بيدبرها لهم، دخل عليه القلعة من حريمه. النساء صرخت وكان الصراخ عظيم، والست مسكة صرخت في وش الأمير سرمختش المكلف باعتقاله. صرخت صراخ شديد جدا وثبته كمان وقالت له في استنكار: ده برضه جزاؤه منكم. لكن الأمير سرغمطش أخذ السلطان وغطى وشه وخرج بيه. لكن الست مسكة ما سابتهوش أبدا، فضلت مصرة إن هي تلازمه وتبقى خدامة تحت رجليه في أي مكان هيتحط فيه، وسمحوا لها بكده. فكانت الست الوحيدة اللي دخلت السجن باختيارها عشان تكون جنب السلطان حسن طول فترة اعتقاله وتقوم على خدمته. الست مسكة لعبت دور كبير قوي في حياة محمد بن قلاوون، كانت دايما جنبه في كل الشدايد والمحن اللي واجهته. كمان كانت مسؤولة عن ترتيب شؤون حريم السلطان. لما مات انتقلت لخدمة أولاده، واللي كان آخرهم السلطان حسن، اللي هي ما سابتهوش أبدا ساعة ما اعتقلوه وهو بين حريمه، وأصرت إن تخش السجن عشان تكون في خدمته.
الست مسكة في السجن مع السلطان حسن لغاية ما ماتت، وبقى السلطان وحده في السجن لغاية ما خرج بعديها. فكانت أعظم سيدة من السيدات وأكثرهم إخلاص، رحمة الله عليها رحمة واسعة. دي حكاية مرضية قلاوون اللي الناس بتقولها باستهزاء، لكن ما يعرفوش إن مرضية قلاوون دي قصة وحكاية ست عظيمة من ستات الزمن الجميل. وأنا أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.